ليه البنك مش بيرجع فلوس كل ضحايا النصب؟ عميل اتخصم من حسابه 20,000 جنيه بسبب عملية نصب. قدم شكوى للبنك لكن البنك رفض يرجع الفلوس. ليه؟ هل البنك ظلم العميل؟ الإجابة مش بالبساطة دي. أنا محمد ودي دقيقة بنكية، في دقيقة واحدة هتعرف حقك. ناس كتيرة فاكرة إن أي عملية نصب يبقى البنك لازم يعوض العميل، لكن الحقيقة كل حالة بيتم التحقيق فيها بشكل منفصل. لو ثبت إن العملية تمت من غير علم العميل ومن غير أي مشاركة للبيانات أو تقصير منه، ففي حالات كتيرة ممكن يتم رد المبلغ وفقا للإجراءات والضوابط المعمول بيها. لكن لو العميل بنفسه شارك رمز ال OTP أو كلمة مرور لمرة واحدة أو الرقم السري أو بيانات الدخول الإنترنت البنكي، فغالبا هيكون من الصعب اعتبار العملية تمت بدون تفويض منه، لأن المحتال استخدم بيانات حصل عليها من العميل نفسه. طيب الحل إيه عشان تقدر تحمي نفسك؟ أول حاجة ما تشاركش رمز ال OTP أو كلمة المرور لمرة واحدة مع أي حد. تاني حاجة ما تقولش الرقم السري أو كلمة المرور لأي شخص. ولو شكيت في أي مكالمة اقفل الخط فورا واتصل بالبنك بنفسك من الرقم الرسمي. الخلاصة ببساطة، أسرع طريقة تحافظ بيها على فلوسك إن بياناتك السرية تفضل سرية. وشارك الفيديو ده، يمكن دقيقة واحدة تمنع شخص من الوقوع ضحية لعملية نصب أو احتيال.